القفطان هو تراث لا مادي ثقافي فني جزائري من الآن فصاعدا. طبعا هذا ليس كلامي بل كلام اليونسكو في اجتماعه في الدورة العشرين المنعقدة حاليا في نيودلهي بالهند. يقر بشكل صريح بأن القفطان هو مكون أساسي ثقافي جزائري خالص، والجزائر سجلت هذا القفطان، وأيضا هناك الحاف والقندورة ولباس نسائي آخر خاص، سواء الذي الخاص بالشرق الجزائري أو الخاص بالغرب الجزائري، مثل أيضا الشدة، شدة المسانية سجلته الجزائر في 2012، وهناك نقاط أخرى سجلتها في سنة 2024 حسب ما جاء في الاجتماع الذي تقرر اليوم وبإجماع كل الحاضرين وبدون اعتراض أي أحد. القفطان يصبح جزائري 100%. قلت بأنه تم إدراج القفطان صراحة ليحمل العنصر الجزائري، وهناك تسمية جديدة: الزي النسائي الاحتفالي في الشرق الكبير الجزائري، المعارف والمهارات المرتبطة بخياطة وتزييف القندورة، المحفى، القفطان، القاط والحاف. ووافقت اللجنة أيضا على تعديل الملف المعنون: الطقوس والمهارات الحرفية المرتبطة بتقليد اللباس العرائسي التلمساني، ومسجل منذ سنة 2012 في القائمة التمثيلية، بإضافة عبارة لبسة القفطان. بالتأكيد تم ترجمتها إلى اللغتين العربية أو الفرنسية والإنجليزية. طبعا هذا الكلام يأتي مباشرة بعد أن تم الترويج بشكل كبير وواسع في المواقع المغربية بأن المغرب حسم معركة القفطان الجزائري. طبعا هذا الجهد يعود بشكل كبير للدبلوماسية الثقافية الجزائرية، دبلوماسية كبيرة. هناك جمعيات اشتغلت، هناك ناس اشتغلوا في سر يعطيهم الصحة، وتم حسم المعركة بشكل نهائي. وهذا الأمر بصراحة يعني كان هناك أسبقية تاريخية وثقافية للجزائر في هذه المعركة. البعض قادر يقول لك أنا وش هذه معارك ثقافية هامشية. بالنسبة ليك هي معارك ثقافية هامشية، ولكن بالنسبة للبعض هي معارك حياة أو موت، لأنه المعارك تختلف: سياسية، ثقافية، رياضية، اجتماعية، دينية وغيرها. وأنا أرى بأن الجزائر أو المغرب استغلت إن صح التعبير الفتور في الدفاع على كل ما هو موروث لا مادي جزائري في الترويج له على أساس أنه تراث مغربي. هذا الذي حصل في وقت سابق، يعني حصل نوع من الفراغ، وهو ما تم استدراكه والحمد لله من طرف الجمعيات، من طرف حتى السلطة والوزارة وغير ذلك. والسيد حاشي يعمل بجهد في هذه المسائل. تم استدراك الأمور، وتم أيضا العديد من المكاسب، مثلا الراي الجزائري وغيرها تم يعني تسجيله في اليونسكو على أساس أنها تراث لا مادي جزائري خالص. فما عادش تكلمونا على أن القفطان هو قفطان مغربي رجاء، لأنه وإلا القانون الآن هناك تصبح تحت طائلة القانون يعاقب، ما فيش أمور أخرى. شكرا لكم.